أهلا بكم معنا مرة تانية. النهاردة هنغوص أكتر في كواليس استعدادات منتخب كروي مهم جدا لبطولة قارية، يعني مرتقبة. المصدر اللي معانا هو مقتطفات من أسود الأطلس، رحلة الشان أفريقية 2025. أهلا بيك. بالظبط التركيز هيكون على المنتخب الوطني المغربي للمحليين ومشاركته الجاية في بطولة أفريقيا شان. هنبص على مجموعته وجدول ماتشاته والتحديات المحتملة اللي المصدر ده بيسلط عليها الضوء. تمام، خلينا نبدأ كده بتفاصيل البطولة الأساسية الأول. الاسم الرسمي طبعا هو بطولة أفريقيا للاعبين المحليين شان. الميعاد هيكون بين 32 أغسطس سنة 2025. بس المثير أكتر هو مكان الإقامة. أيوة، دي نقطة المصدر بيعتبرها محورية فعلا. لأول مرة خالص في تاريخ البطولة دي هيتم تنظيمها بشكل مشترك بين 3 دول مرة واحدة: كينيا، أوغندا وتنزانيا. 3 دول، يعني ده تنظيم ثلاثي غير مسبوق تماما. المصدر بيوضح إزاي ده ممكن يأثر؟ هو ده بالظبط اللي المصدر بيشير ليه. التنظيم الثلاثي ده بيضيف بعد لوجستي وتنافسي جديد خالص، مش مجرد تغيير في الشكل. يعني مش بس فكرة جديدة وخلاص، لا، ممكن يكون له تأثير على أداء الفرق نفسها. إيه أبرز التحديات اللي المصدر بيتكلم عنها بخصوص النقطة دي؟ المصدر بيأكد إن فكرة التنقل بين 3 دول والتأقلم مع أجواء مختلفة في كل بلد وملاعب متنوعة، كل ده في فترة قصيرة، ده تحدي لوجستي كبير جدا، ممكن يسبب إرهاق للاعبين ويأثر على تركيزهم. مفهوم. وكمان بيضيف بعد تنافسي تاني، يعني ممكن فرق تستفيد أكتر من غيرها حسب جدول تنقلاتها أو أماكن إقامتها وملاعبها. تمام. طيب، نرجع بقى للمنتخب المغربي أسود الأطلس للمحليين، واقع في المجموعة الأولى. المصدر وصف المجموعة دي إنها متوازنة على الورق، بس في نفس الوقت حذر إنها مش سهلة. كلمة متوازنة هنا زي ما المصدر بيوضح معناها إن مفيش فريق نقدر نقول عليه الحلقة الأضعف بوضوح. كل المنتخبات في المجموعة دي: المغرب، أنغولا، كينيا البلد المضيف طبعاً، زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كلها عندها القدرة تنافس بقوة. وده معناه إن كل ماتش يعتبر نهائي لوحده، صح؟ بالظبط، كل مباراة هتكون حاسمة ومحتاجة تركيز 100%. مفيش ماتش سهل. طيب، خلينا ناخد فكرة سريعة كده عن مشوار المغرب في دور المجموعات. المصدر بيقول إن كل ماتشات المجموعة هتكون في كينيا. البداية هتكون ضد أنجولا يوم 3 أغسطس، وده في ملعب نايايو في نيروبي. المباراة الافتتاحية دايما ليها حساباتها، يعني بتكون مهمة قوي لضبط الإيقاع وكسب الثقة، خصوصا في مجموعة زي دي يعني متقاربة المستوى. وبعدين المواجهة اللي بعدها واللي شكلها هتبقى صعبة ضد كينيا البلد المضيف يوم 10 أغسطس، والمصدر بيقول إن الماتش ده هيكون في ملعب كاسراني الأكبر، وبيتوقع حضور جماهيري ضخم للكينيين. دي نقطة المصدر بيقف عندها كتير. اللعب ضد البلد المضيف وكمان قدام جمهوره وفي ملعب كبير زي كاسراني، ده بيمثل اختبار صعب قوي، مش بس فنياً، لأ كمان ذهنياً وبدنياً. الضغط هيكون كبير. أكيد طبعا. وبعد كده المنتخب هيرجع تاني لملعب نايايو عشان يلاقي زامبيا يوم 14 أغسطس، تمام. ويختم مشواره في المجموعة بمواجهة قوية ثانية ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 17 أغسطس، وبرضه في نفس الملعب نيايو. المصدر هنا بيبرز أهمية الماتش الأخير ده ضد الكونغو الديمقراطية بالذات، مش بس عشان الكونغو فريق قوي ومعروف في بطولة الشان تاريخياً، لأ، لكن كمان عشان إيه؟ عشان الماتش ده ممكن جداً يكون هو الماتش الحاسم للتأهل الدور اللي بعده، خصوصاً لو نتائج الماتشات اللي قبل كده كانت متقاربة، وده المتوقع في مجموعة زي دي. يعني الجدول بيحط المغرب قدام اختبارات متنوعة وصعوبتها بتزيد بالتدريج. إذن خلاصة اللي بنفهمه من المصدر إن المنتخب المغربي للمحليين داخل على مهمة مش سهلة خالص، محتاجة استعداد بدني وذهني عالي جدا، في بطولة نظامها التنظيمي جديد ومختلف، وكمان في مجموعة ما فيهاش مجال للأخطاء. تماماً، هو ده بالظبط. كل ماتش فعلاً تحدي لوحده. بس يعني بعيداً عن النتائج وترتيب المجموعة، بيفضل في سؤال أهم المصدر ده بيخلينا نفكر فيه. اللي هو إيه؟ هو التجربة نفسها بتاعة التنظيم المشترك دي اللي أول مرة تحصل هتنجح إزاي في إنها تشكل هوية البطولة دي؟ يعني هل هتكون إضافة كويسة تثري المنافسة وتجربة الجماهير، ولا ممكن تكشف عن تعقيدات لوجستية أو مشاكل تؤثر على مستوى اللعب
أو حتى عدالة المنافسة بين الفرق. فعلا. هو ده المحك الحقيقي اللي هنتابعه ونشوفه. دي نقطة مهمة جدا وتستحق التفكير والمتابعة فعلا لما البطولة تبدأ. أبعاد تانية خالص غير خطط اللعب والنتائج، هنشوف الأمور هتمشي إزاي.